ستكون هذه الرحلة اختبارا لكل سر نجاة تعلمته في حياتي. أمامي نحو 80 كيلومترا من الغابات المطيرة الكثيفة قبل البدء بالمرحلة التالية من رحلتي في سهول السافانا العشبية المفتوحة. مع اقتراب هطول الأمطار آمل العثور على شعب واي واي المحرقة أولا. الحرارة نحو 32 درجة مئوية وأنا أحرق السعرات الحرارية. يمكنكم رؤية بعض الفاكهة القديمة على هذه النخلة. تسقط تلك الثمار على الأرض عندما تنضج، ترون هنا هذه الثمار القديمة التي تساقطت من الأشجار، لكن بداخل بعضها هناك كائن حي، وهذا ما أبحث عنه. لنحاول ونرى إن كان بالداخل. علينا شقها لفتحها لأنها قاسية جدا. إنه المكان المثالي للعيش إن لم ترغب في أكله. حسنا، هنا ما أبحث عنه. إنها يرقانات خنفساء صغيرة لا تعيش سوى في بذور هذا النوع من النخيل. إنها غنية بالدهون والبروتين. مذاقها أشبه بجوز هند لزج. سأجمع أكبر عدد ممكن، ستكفيني اليوم على الأقل. من خلال مراقبة موقع الشمس أعرف الاتجاه الذي علي أن أسلكه. خطتي هي الاتجاه شمالا ليوم كامل. مع حلول الظلام يصبح الاستمرار خطيرا جدا. تنتشر مخاطر لا حصر لها في الليل. من الأفضل أن أخيم هنا حتى الصباح. لدي تلك النحلات في شعري، ما زالت عالقة. لا أعرف عدد النحلات العالقة في شعري. أعثر عليها باستمرار في جيوبي. إنها في كل مكان. انظروا إلى هذا، ما زالت متشبثة هنا. سأرتاح الآن. غدا يوم آخر مليء بالتحديات. يجب أن أريكم شيئا. كنت أقضي حاجتي الصباحية ورأيت هنا هذا الثعبان المرجاني يأكل ثعبانا آخر. يمكنها أكل شيء أكبر من فمها، ولديها شيء أشبه بنظام السقاطة، حيث تعمل الأسنان على السحب من الرأس وحتى الذيل. لا أريد حملها لأن هذا سيزعج الثعبانين أو سيزعج الثعبان الحي، ومن المحتمل أن تتقيأ وجبتها. يمكنكم رؤيتها تسحب فريستها إلى الأرض. تفعل الثعابين كل ما عليها للنجاة. العديد من مخلوقات الغابة مثل الأفاعي السامة تجهد السباحة. عندما تغمر المياه هذه الغابة سنكون جميعنا في الماء معا. أستطيع سماع كلام.